السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي. النهاردة هنعمل فراخ المشوية في الفرن، دايبة معايا وطرية جدا. يعني ربع ساعة تعملي أحلى فراخ مشوية، أحلى من بنجيبها من المطاعم من بره. ولو أول مرة تشوفوني متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الجديد اللي أنا بقدمه يوميا. أول حاجة هنبدأ بخلي الفراخ. أنا الفراخ دي جايباها من الفرارجي، لسه ما غسلتهاش ولا حاجة. هبدأ بس أخليها من العظم عشان تبقى حلوة معايا في السوى، وتبقى سهلة على اللي هياكلها، يعني ما يكونش فيها عظم كتير. والطريقة دي بتخلي الفراخ دايبة خالص. وبالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده انا هخليها ازاي. انا جايبة النهاردة وراك، ممكن تستخدمي فرخة كاملة هتعمليها بنفس الطريقة، او مثلا صدور بس او وراك بس، يعني براحتك. بس انا عن نفسي بحب الوراك في الشوي افضل من الصدور. الصدور بتنشف معايا في الفرن. بصوا شايفين انا خليت الورك خالص بقطعة واحدة ازاي. والخلي يا جماعة مش صعب خالص، وسهل جدا. بس عايز بس مرة او مرة يعني تشوفيه كذا مرة، وبإذن الله تعمليها وتطلع معاكي كويسة. وياريت اي وصفة يعني حابين ان احنا نعملها، بإذن الله اكتبوها لي في التعليقات، وانا بإذن الله هعملها لكم بطريقة سهلة وبسيطة بإذن الله. ولو حاسة ان صعبة عليكي الخل، ممكن الفرارجي اللي انت بتجيبي منه، او يعني المكان اللي بتشتري منه ممكن يخليها لك. بس هي مش صعبة خالص وسهلة خالص.
وبس كده خليت الاربع وراك اللي انا هستخدمهم في الشوي، وابدا بقى في محلول النقع. واهم حاجه محلول النقع عشان خاطر بتبقى طريه وما فيهاش اي زفره. هنجيب ميه عادي من فتره من الحنفيه، ونحط فيها معلقه سكر ومعلقه ملح وليمونه، وهحط فيها القشر مرموهوش برضو، بيضيع ريحه الزفاره بتاعت الفراخ. وهنجيب معلقتين خل كده كبار وهقلبهم. وهنزل فيهم الفراخ اللي انا خليتها لمدة نص ساعة. وبعد نص ساعة هصفيهم كده في مصفى، وهجهز التتبيلة بقى. التتبيلة عبارة عن طماطم مبشورة، بصلة مبشورة، معلقتين زيت، ملح، توابل شوي فراخ او مشويات، معلقة بابريكا، معلقة فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، معلقة سبع بهارات، رشة شطة خفيفة. هحط الطماطم اللي انا بشراها، واحط عليها معلقتين زيت، ومعلقة خل كبيرة، وهحط عصرة ليمون كده. وانزل بكل التوابل اللي انا قلتها في الفيديو، وهتبل الملح بتاعي اظبطه. وهاخد بس يعني مية البصل بس. التفل مش هاخده، لان لو انا استخدمته ممكن تتحرق معايا في الفرن. مية البصل بس. وهاخد معلقة صلصة. بس كده التتبيلة. وبالنسبة للتوابل الشوي اللي انا مستخدماها، او توابل شوي الفراخ او المشويات، في منها عند العطار، وفي منها بتبقى جاهزة في السوبر ماركت. بس وهنزل بقى بالفراخ، اتبلها. ممكن تبيتها من الليل في التتبيلة، او ممكن تاخديها ساعة او نص ساعة. انا قعدتها بس حوالي ربع ساعة بس، عشان كنت مستعجلة عشان التصوير. بس انت ممكن تعمليها من الليل. لو انت مرأة عاملة تعمليها من الليل، واول ما تيجي من الشغل تدخليها في الفرن على طول. وممكن بنفس التتبيلة دي تفرزيها في الفريزر، تكون جاهزة بس على الشوي. لو انت حابة تفرزيها في الفريزر يعني، وتكون جاهزة في اي وقت. يبقى انا سبتها ربع ساعة في التتبيلة في التلاجة. وجبت كده صاج او صينية، وفرشتها فويل بس عشان خاطر اللي بينزل من الفراخ ما يحرقش الصينية وتتعبني في الغسيل. وجبت شبكة شوي كده، هدهنها زيت عشان خاطر الفراخ ما تلزقش فيها لما تخلص سوا. وابدا ارص كده الفراخ اللي انا مخلياها ومتبلاها. ولو عندك خضار عايزه تشويه، ممكن تقطعي شرايح بصل، ممكن تحطي فلفل، ممكن تحطي شرايح طماطم. لو عايزه، لو بتحبي الخضار المشوي، حطي اللي انت عايزاه كده. انا اكتفيت بس بالفلفل، لان انا هعمل سلطه خضراء برضو. بس كده، وهقفل الشبكه، واكون مجهزه الفرن سخن على درجه حراره 200.
احطه على الرف الاوسط، اشغل الشواية وهتستوي الناحية اللي من فوق، وبعد كده هقلب الناحية التانية. وعقبالت بس ما تستوي الفراخ وتشوي، هعمل شوية رز بشعرية. هجيب حلة على النار واسخنها واحط فيها معلقة زبدة ومعلقة زيت، وهنزل بكوبايتين شعرية، وهحمرهم كده في الزيت والزبدة. وبعد ما الشعرية احمرت معايا، هنزل بالرز كده اشوحه مع اكون الشعرية. غاسله. غسلة نص كيلو رز كده مصري، نقعاه ومصفياه. لازم الرز يتشوح كويس كده في المادة الدهنية عشان خاطر يطلع مفلفل معايا. وهحط مكعب مرق، ده اختياري، لو مش عايزة تحطي ما تحطيش خلاص. وهرش رشة فلفل اسود، وهظبط الملح، وهنزل بمية سخنة بس قيمة عقلة صباع بس زيادة عن الرز. واول ما يغلي معايا الرز، اولا هغطيه، واول ما يغلي معايا الرز ههدي النار عليه لغاية ما يستوي معايا. وزي ما انتوا شايفين كده بعد ربع ساعة طلع الرز معايا جنن مفلفل وميته كلها اتشربت، عشان انا مهديه النار خالص بعد ما غلي معايا رز. بس كده هركنه على جنب لغايه ما اشوف الفراخ ايه اخبارها. الفراخ استوت معايا، طلعتها وكنت عامله فحمايه على البوتاجاز، حطيت عليها رشه زيت كده كأننا ان احنا شويناها على الفحم. واغطيها بفويل عشان خاطر تاخد من الريحه بتاعه الفحمه. واثناء كده ما احط الفحمايه واغطيها، هعمل شويه سلطه خضراء. بس دي سلطه خضراء سريعه، يعني لو عايزين سلطه الحاتي انا عاملاها في فيديو اللحمه المشويه، هحطه لكم باذن الله في صندوق الوصف. سلطه الطحينه وسلطه الحاتي، دي سلطه سريعه. جهزت طماطم وفلفل وخيار وبقدونس،
وقطعتهم كده. يا ريت يا جماعة ما ننساش اللايك، يا ريت، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تحط اللايك لو سمحت. ورشيت كده رشة بقدونس، وعصرت ليمونية، ورشيت رشة ملح، ورشة كمون. ولو حابة تحطي نص معلقة زيت حطي. بس كده سهلة معايا جدا ومتاخدش وقت معايا السلطة. وهرش كده رشة بقدونس كده في الطبق. وهطلع الفراخ المشوية اللي انا شويتها. بجد والله ما تفرقش اي حاجة عن اللي احنا بنشتريها جاهزة، كطعم وريحة وطراوة الفراخ من جوه والسوا. يعني التتبيلة دي تجنن. انتوا عارفين دلوقتي سعرها كام الفراخ المشوية؟ وربع الفراخ دلوقتي سعره كام؟ واكل المطاعم بمكلف جدا. فكده بإذن الله تعملي لأولادك اهو 4 وراك، تفرحي أولادك كده كأنك جبت لهم أكل من بره. وعملنا رز أبيض رز رز مصري بشعرية. وعملنا رز مصري بشعرية. وعملنا سلطة خضراء. بس ومفيش أسهل من كده. قيمة ربع ساعة أو نص ساعة كون جهزنا أكل أحلى من اللي احنا بنجيبه من المطاعم بره. زي ما انتوا شايفين شكل وطعم روعة. يا ريت بقى ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اللي انا بقدمه. ويا ريت تقولوا رأيكم في الوصفة في التعليقات. مع السلامة.